فيلمنا بيبدأ بالديناصورات اللي كانت عايشة على الأرض من 70 مليون سنة، وبعدها ظهر نيزك غريب دمر الأرض. وفي عام 2013 بيظهر العالم بولتر وهو بيدور على النيزك ده في رحلة ممولة بالكامل من رجل الأعمال جراستوك، لكنهم ما بيقدروش يوصلوا ليه وبيرجعوا مرة تانية. وبعدها بنشوف بورتر وهو بيتكلم مع جون صاحبه علشان يكثفوا البحث ويدوروا أكتر من كده. وقتها جون بيقوله ان النيزك ده مش حقيقي وان هو لازم يرجع لاهله اللي مستنيينه. وقتها بورتر بيوريه جزء من النيزك اللي اشتراه من السوق، وبيقوله كمان على الابحاث العلماء اللي كانت موجودة قبل كده. بس صاحبه ما بيقتنعش وبياخد مراته وابنه الشهير بطرزان وبيرجعوا تاني. وفي الطريق بيشوفوا غوريلا غضبانة اسمها توبلت، وقتها بيكون بيدور على عيلته. بس بعدها بيشوف شوية غوريلات وبيقرر ان هو يتحدى زعيمهم، ولما الزعيم بينتصر عليه وبيمشي بيقرر توبلت ان هو يغدر بيه ويضربه على ظهره. ووقتها الزعيم بيموت، وبنروح لجون وعيلته وهم ماشيين بالطيارة بيعدوا من على النيزك، وبيعرف وقتها ان كلام بورتر صاحبه كان صح، وبيقرر ان هو ينزل في المكان ده علشان يدرسه كويس. ولما بينزل جون بيلاقي كهف وبيدخل فيه، واول ما بيمسك قطعة جوه المكان كله بيتحرك، فبيطلع يجري هو واهله بسرعة. بعدها بنشوف الغوريلا كارلا مرات الزعيم اللي مات، وهي بتحاول تنقذ ابنها الصغير من الوقوع في النهر، وللاسف بتفقده هو كمان. وهي قاعدة حزينة وبتبكي بتشوف الطيارة بتاعت جون وهي بتتدمر، فبتروح علشان تشوف ايه اللي بيحصل. ووقتها بتشوف طرزان ابن جون وهو قاعد لوحده، فبتقرر انها تتبناه، وبنعرف ان هو الوحيد اللي نجا من عيلته. واول ما طرزان بيفوق بيلاقي نفسه في مكان غريب، واول ما بيتحرك بيقع. وبعدها الغوريلا توكلت بيروح علشان يبص عليه وبيكون متضايق جدا من وجوده، بس كارلا بتتصدرله علشان يبعد عنه. ويوم بعد يوم بيكبر طرزان وتصرفاته كلها بتبقى زي القرود، وبيعمل زي افعالهم وكلامهم. وفي يوم وطرزان بيلعب مع اصدقائه بيحس بخطر مرة واحدة، وقتها كل اللي موجودين معاه بيبعتوا طرزان عشان يشوف ايه اللي بيحصل لان حركته سريعة عنهم. وقتها طرزان بيشوف عربية فيها ناس من البشر، واللي بيطلع بورتر وعيلته واولاده وجايبهم في الغابة علشان يعملوا جولة. ومن ساعتها طرزان بيفضل مراقبهم لغاية ما بيشوف طيور مفترسة بتهاجم لارا بنت بورتر، وطبعا طرزان بيتصدر لهم وبيعرف ينقذها، بس للأسف في تعبان بيعضها، فبياخدها طرزان على كهف بعيد علشان يعالجها. وبعدها بنشوف لارا وهي كويسة جدا وبتروح لوالدها وبتكلموا على طرزان وان هو عالجها كويس جدا، بس هي مش عارفة هو من البشر ولا من ايه. وبعدها جولتهم بتكون انتهت وبيقرروا ان هم خلاص هيرجعوا، بس من بعيد طرزان بيكون شايفهم وبيكون حزين جدا لان لارا هتمشي. وبعدها بيفضل طرزان يلف في الغابة، وفجأة بيشوف الطيارة بتاعتهم اللي وقعت وهو صغير، وبيشوف كمان صورته مع اهله. وقتها هو بيفتكر كل حاجة وبيعرف ان ابوه وامه ماتوا، وبيعرف اصله وان هو ما ينتميش للغابة. وكل يوم بيعدي بيكبر طرزان عن اليوم اللي قبله، وكل يوم بيزيد حزنه على لارا اللي دخلت حياته فجأة وخرجت منها. وبعدها بنشوف الغوريلا توبلت وهي موجودة في المكان اللي بيبقى موجود فيه طرزان، وبيخبط في جهاز الإشارة اللي موجودة عنده. الجهاز بينور أحمر وبيوصل الإشارة لرجل الأعمال تراستو، وبينصدم لما بيعرف الإشارة دي من طيارة جون اللي مات من 20 سنة، بس بيعدي الموقف ومبيفكرش فيه كتير. وبعدها بنشوف لارا وهي بتتكلم مع جراستوك على منظمة الاعتناء بالحيوان، وبتكون عايزاه يشارك فيها، بس هو بيعملها بطريقة مش كويسة وبيسيبها وبيدخل للاجتماع وبيتكلم مع فريقه عن النيزك اللي كان جون بيدور عليه من 20 سنة. فواحد من الاجتماع بيقولوا ان كل اللي حواليهم بيراقبوهم، وانهم لو خدوا الخطوة دي من تاني لازم ما يلفتوش الانظار. وقتها جراستوك بيقول لهم ان هو عنده الحل، وبيطلع للارا وبيبين لها قد ايه هو مهتم بالحيوانات وهيشارك معاهم في المنظمة. وبعدها بنشوف لارا وجراستوك وهم رايحين للمكان اللي بورتر مخيم فيه، فبيقعدوا معاه شوية. ووقتها بيشوفها طرزان وبيفرح جدا انها رجعت من تاني. ولما بيجي الليل وبيقعدوا مع بعض بورتر
بورتر بيسأل جراستوك ايه سر اهتمامه بالنيزك مرة تانية، فبيقول له جراستوك ان هو هيدور من تاني على النيزك اللي جون معرفش يوصله، وبكده يستغل الطاقة اللي موجودة فيه. ولما بيجي النهار بتكون لارا بتغسل وشها، ووقتها بتحس بحركة غريبة وراها، ولما بتروح تشوف مين بتلاقيه طرزان، وبتفرح جدا ان هو بشري، لكنه في النهاية بيهرب منها. وبعدها لما لارا بتعرف ان جراستوك جاي هنا علشان يدور على النيزك مش عشان خاطر الحيوانات بتتعصب جدا لانه بكده ضحك عليها واستغلها، وبتزعل كمان من والدها لان هو خبى عليها هي كمان، وبتسيبهم وبتفضل تمشي لحد ما بتوصل لمنحدر وبتكون خلاص هتقع في المية، وبعدها فعلا بتقع في المية وبيلحقها طرزان اللي بيشوفها في الاخر طلعت على الشط، وبيلحقها على اخر لحظة من التمساح اللي كان عايز يهاجمها. واول ما بتفوق لارا في البداية بتقوم مخضوضة منه، بس بعد كده بتتعود عليه وبياخدها بجولة في الغابة وبيفرجها عليها كلها. وبعدها لارا بتقول له انها حاسه انها تعرفه من زمان، وبتحاول انها تتكلم معاه، بس للاسف طرزان ما بيبقاش عارف يتكلم لغه البشر بسبب الفتره الطويله اللي قضاها في الغابه. وبعدها طرزان بياخدها لبيته، وقتها بيشوفهم جراستوك وبيحاول ان هو يموت طرزان، وقتها بيطلعوا يجروا منه وبياخدها طرزان على مكان مظلم محدش دخله قبل كده، وبنعرف بعدها ان المكان مظلم بسبب تأثير النيزك عليه. وفجأة نبتة كبيرة بتهاجمهم هما الاتنين، بس هو بيعرف يسيطر عليها وبيحمي لارا على اخر لحظة. وقتها لارا بتقوله ان هما لازم يخرجوا من المكان بسرعة، وبيفضل هو يبحث في المكان ويتفرج عليه لغاية ما بيلاقي الشاكوش اللي كان مع والده من 20 سنة. وقتها بس لارا بتعرف ان هو ابن جون اللي مات من 20 سنة بسبب النيزك. وبعدها لارا بتسأله ازاي قدر يعيش 20 سنة في الغابة لوحده. وقتها طرزان بياخدها لعيلته اللي اتربى حواليهم، وهما طبعا بيعاملوه احسن معاملة. وفجأة بيظهر توبلت مرة واحدة علشان يتحدى طرزان قدام الكل، وبيفضلوا الاتنين يهاجموا في بعض، وفي الجولة الاولى بينتصر عليه توبلت لحد ما بيقدر يقوم طرزان مرة تانية وهو اللي بيقدر يتغلب عليه. وفي وقت تاني بنشوف لارا وطرزان وهما قاعدين مع بعض وبتعدي عليهم طيار وبيخافوا جدا. وقتها لارا بتقول لطرزان انها لازم ترجع المخيم علشان والدها قلقان عليها، وبتكون كمان خايفة عليه من جراستوك اللي لما هيعرف ان طرزان عايش وقتها ممكن يموته علشان كل الناس تفكر ان هو اللي لقى النيزك. وبعدها بنشوف طرزان وهو مرجع لارا للمخيم، بيشوفوا وقتها ان جراستوك جايب جيش كبير جدا علشان يدوروا على النيزك. وقتها بتودعوا لارا علشان يمشي ومحدش يأذيه، ولما بيجي رجالة جراستوك علشان يوقفوها ويفتشوها بيظهر لها طرزان وبيدافع عنها. وقتها جراستوك بيعرف ان هو ابن جون بسبب الشبه الكبير اللي بينهم، وبيرفع وقتها السلاح عليه. ولما كارلا بتشوف طرزان مرفوع عليه السلاح بتروح بسرعة علشان تدافع عنه، بس جراستوك بيضربها، وبيحاول وقتها طرزان ان هو يفوقها بس ما بتقومش، وبينضرب وقتها هو كمان. ولما بيفوق طرزان بيلاقي نفسه جوه صندوق خشب، بس زمايله بينجحوا في تحريره، ووقتها بياخد كارلا معاه وبينجح ان هو يعالجها. وبنشوف بعدها جراستوك وهو رابط لارا علشان تقوله على مكان النيزك وايه اللي هيموت طرزان. وقتها بس بتعرفوا مكانه، وهم في طريقهم للنيزك بيشوفهم طرزان وبيمشي وراهم، وبيضرب كمان 2 من الحراس. ووقت ما لارا بتتكلم مع ابوها قبل النيزك ما ينفجر بيهم بيجي طرزان وبيحررهم. وقتها بورتر بيطلب من طرزان ان هو ياخد لارا بره لغاية ما هو ما يقطع سلوك المتفجرات اللي الحراس حاطينها. واول ما بيطلعوا من المكان بيوقفهم جراستوك ورجالته. وقتها طرزان بيصرخ بصوت عالي، وكل زمايله من الطيور والغوريلات بيجوا فجأة وبيهجموا عليهم، وطبعا هما اللي بينتصروا على جراستوك ورجالته. وبعدها بنشوف طرزان بياخد لارا للمكان اللي هو عايش فيه بعد ما لارا قررت انها خلاص هتعيش معاه في الغابة. وفي النهاية بنشوف بورتر وهو واخد جزء من النيزك علشان يبحث عنه. وبكده يكون انتهى فيلمنا. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.